بطلة كيس الشيبسي. طبعا كل الصفحات والسوشيال ميديا تصدرت الترند بتاع البنت بتاعت كيس الشيبسي. وطبعا انا شايفه ان اول حاجه عايزه اتكلم فيها طبعا فعلا تسلم الايد اللي ربت والناس اللي شايفه ان الموضوع يعني ما يستاهلش يعني البروباجندا واللي انتوا عاملينه عليها ده كله، وان الموضوع زاد عن حده. انا مع احترامي ليكوا انا شايفه ان الموضوع يستحق. اولا انتوا شهرتوا ناس كتير قوي ملهاش اي لازمه ولا عملت حاجه في حياتها واشتهرت وخدت حق مش حقها. ما بالكوا ان بنت عملت موقف بسيط قوي لكن يتسم بكل الرحمه اللي في الدنيا، ان لما طفله صغيره احلى حاجه بالنسبه لها الحاجه الحلوه والشيبسي والحاجات دي، وتضحي بكيس الشيبسي عشان تدي راجل غلبان 5 جنيه. وبالاخص ان الموقف غير متعمد، البنت اتصرفت بتلقائيه وما تعرفش انها ولا بتتصور ولا كانت بتمثل ولا اي حاجه، عشان كده ربنا كرمها يعني. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فانا شايفه ان انتوا الناس اللي معترضه قوي على ان احنا كبرنا الموضوع قوي، زي ما احنا كبرنا حاجات تافهه قوي ووصلناها انها اشتهرت وحاجات كده وما تستاهلش اصلا. ايه المشكله لما احنا نحط سبوت على الحاجات الحلوه اللي احنا افتقدناها في الزمن ده فعلا فقدنا فيه الرحمه، بقت حاجه مش موجوده الا من رحم ربي. والراحمون يرحمهم الله. والبنت كانت تستاهل بصراحه اكتر من كده. بس انا كان عندي وجهه نظر، اعوذ بالله من كلمه انا، وجهه نظر بسيطه قوي، ان انا شايفه ان القصه ليها 3 ابطال مش بطله واحده. يعني زي ما احنا ما طلعنا البنت قوي كده وشكرناها طبعا على الموقف الجميل اللي هي عملته، في برضو اللي هو نزل الفيديو اصلا الراجل بتاع السوبر ماركت، هو كمان كان موقفه جميل وبرضو ما كانش متعمد، برضو كان تلقائي. زي ما هي كانت رحيمة هو كمان كان رحيم بيها وطلب منها ان هي تاخد شيبسي بدل الشيبسي اللي هي رجعته لما ادت للراجل الغلبان 5 جنيه. فشايفه ان الراجل ده برضو يستحق التقدير، وكان يستحق ان هو كمان زي ما بيستضيفوا البنت في كل حتة في المطاعم في الحاجات دي، كان المفروض يجيبوا ال3 ابطال بتاع السوبر ماركت والراجل الغلبان اللي هي ادت له 5 جنيه اللي كان سبب برضو في حاجه زي كده. كان المفروض برضو حتى في المطعم الشهير اللي استضافوها فيه كان جابوا برضو الراجل الغلبان برضو يعني ياخد حقه هو كمان، وكان من حقه برضو ان هو يطلع معاها في حاجه زي كده. يمكن لعل ربنا يفتح له مجال شغل، يفتح له اي ناس تكرمه ناس تساعده ولا اي حاجه. الكلام ده الراجل بتاع السوبر ماركت كنا برضو نوهنا عنه عشان الناس برضو تروح وتشتري منه، برضو يبقى جزاء الإحسان بالإحسان. فأنا كنت شايفة إن الموضوع هو الموضوع كله على بعضه جميل، وشايفة إن إحنا حتى لو كبر وكبرنا فيه قوي، إيه المشكلة لما نكبر من حاجة حلوة؟ إيه المشكلة لما نرسخ في ولادنا إن قد إيه فعل الخير ده جميل؟ والبنت أكيد بعد الموقف ده كمان زاد عندها حب الرحمة والخير، وعرفت إن قد إيه ربنا ما بيسيبش حاجة كويسة إلا لما بتترد لك أضعاف مضاعفة وأحسن منها. ويا ريت كلنا نربي ولادنا على حاجة زي كده، لأن أنا دلوقتي بنشوف أطفال في الشارع فيها كمية أذى وما فيهاش رحمة ومنتزعة المشاعر، بتأذي في الحيوانات اللي في الشارع، والكلام ده كله بيبقى نابع من تربية الأهل ومن البيت. هو سلوك طالع من التربية قبل البني آدم نفسه، لأن هو سلوك مكتسب من اللي بيشوفه حواليه. وما شافش رحمة في بيته وما شافش يعني. يا ريت كلنا نعود ولادنا من صغرهم ان هم يساعدوا. تدي ابنك لما تشوف انت راجل غلبان في الشارع ايا كان بقى، انت مش مقتنع بانه غلبان او مقتنع، انت ادي الطفل الصغير، الطفل مش فاهم كده ادي له المبلغ انت في ايده، هو اللي يروح يدي للراجل الغلبان او المسكين او المحتاج، عشان يعرف ان هو لازم يساعد الناس، لازم يساعد المحتاج. واحدة واحدة الموضوع ده هيكبر معاه وهيتعود عليه، وتصبح الرحمة جوه قلبه. هو بعد كده لما يكبر هيبقى ده تصرف طبيعي بالنسبة له، ايا كان اللي قدامه يستاهل او ما يستاهلش، دي حاجة عند ربنا، دي متاجرة مع الله. ربنا اللي اعلم بالنفوس كان محتاج او مش محتاج. لان طبعا من كتر ما الموضوع ده كتر قوي ان كل الناس بقت، ممكن في بعض الناس سامحني يا رب لو ظلم حد، ان في ناس بتمتهنها انه واخده الشحاته مهنه او التسول مهنه، لكن في ناس فعلا بتبقى محتاجة حقيقي. بس طبعا يفضل طبعا ان الناس اللي ما بتتكلمش لنفسها عزيزة هي دي اللي نديها طبعا. يعني في ناس تحسبهم اغنياء من التعفف. فده كان رأيي في الموضوع، ان الموضوع لازم يكبر، عشان احنا دلوقتي في زمن افتقدنا فيه الرحمة، افتقدنا فيه الحاجات دي كلها في الاطفال. الطفل دلوقتي طالع في جيل السوشيال ميديا ما فيهوش غير التليفون والالعاب والجيمز بتاعت القتل والدم والحاجات دي كلها اللي
فقدتهم اصلا كمان حتى الرحمه وموتت قلوبهم من هم صغيرين. فزي ما احنا ما بنعمل سبوتات على الحاجات الوحشه، ايه المشكله ان احنا نعمل سبوت على الحاجات الحلوه؟ والبنت ايه المشكله لما نفضل نشكر فيها يعني؟ بس انا شايفه طبعا، انا ناقضي بس في الموضوع، ان زي ما البنت بتتكرم لازم الطرفين التانيين يتكرموا. الراجل بتاع السوبر ماركت والراجل المسكين او المحتاج، هو كمان كان من حقه ان هو برضو يتكرم برضو معاها، او يعني ياخد فرصه يعني ان الناس برضو ممكن تساعده، برضو كان يبقى عمل خير. اخيرا طبعا وليس اخيرا، ربنا يجازي كل واحد على قد عمله. وعلموا ولادكم الرحمه، علموا ولادكم ان هو يبقى معطاء، ان هو ما يستخسرش في حد، ولو يقدر يساعد. وكل التحيه طبعا وكل الشكر للبنوته الجميله، وكل الشكر طبعا اكتر للاهل اللي ربت البنت على مبدأ زي ده او علمتها الرحمه. طبعا اكيد ده كان نابع منهم، فربنا يا رب يكرمهم ان شاء الله، ويكرمك يا بنتي باذن الله، وكل التوفيق يا رب. اتمنى اسمع رايكم برضو في الموضوع، يعني هل تتفقوا معايا ولا مختلفين معايا كالعاده؟ دمتم في حفظ الله.